السلام عليكم يا احلى متابعين. معادنا النهارده مع فيلم ريبل مون او القمر المتمرد. فيلمنا بيبدا في عالم خيالي في كوكب بيقولوا عليه الكوكب الام. حاكم الكوكب ده كان ملك فاسد قضى على كل موارد وثروات الكوكب بجشعه وانانيته. ما اكتفاش بكده، ده قرر انه ينتقل للكواكب التانية ويحتلها هي كمان ويعمل منها مستعمرات يسرق ثرواتها. بس من حظه انه بيتعرض للاغتيال هو وعيلته. ما هو الظلم لا يمكن حد يستحمله كل الوقت ده، ومصير الظالم يدفع ثمن ظلمه. المهم ان اللي بيحصل ان معظم الكوكب والمستعمرات اللي كانت خاضعه للكوكب الام بيتمردوا. ساعتها السيناتو او الوزير بلسارس بيستغل الفوضى وبيستولى هو على الحكم وبيعمل نفسه الملك الجديد. هل يا ترى اكتفى بانه يكون ملك الكوكب الام تعلم من اللي حصل مع الملك السابق؟ لا طبعا، جمع جيوشه وبعتهم للكواكب اللي اتمردت. كان من الكواكب دي كوكب اسمه فيلت، كانت عايشه عليه بنت اسمها كورا. كورا كانت عايشه حياه سعيده وهاديه جدا مع اهل الكوكب، محدش كان عنده اي مشاكل. بس في يوم صديقها جانر جه ياخدها تحضر معاه حفله عاملها سكان الكوكب، كانت احتفال بالخير اللي عايشين فيه بعد حصاد المحاصيل. بعد ما ساندري زعيم القريه بيحيي الناس وبيحتفلوا بسعاده، كورا بترجع بيتها نعرف انها عايشه مع والدها بالتبني اللي كان مستنيها ترجع من الحفله علشان يقول لها على الخبر الحلو ان في شاب بتقدم لها. والدها بيتفاجئ من رده فعلها وانها بتقول له انها مش بتفكر في الجواز والحب دلوقتي. تاني يوم كورا بتروح شغلها في الحقل، بيشتغل معاها صديقها سام. ساعتها بيتفاجئوا بعدد كبير من السفن الفضائيه اللي جايه بتغزو كوكبهم. كورا بتجرد جرس الانذار والكل بيعرفوا بالكارثه اللي ممكن تحصل لوطنهم. السلام اللي عايشين فيه سنين ممكن ينتهي في لحظه. ساندري لما بيعمل اجتماع للناس علشان يتفقوا يتصرفوا ازاي، لانه شايف ان جنود بلسارس ما بيجيش من وراهم خير ابدا. بس في الناحيه الثانيه كان جانر شايف ان الجنود عرفوا بخبر الحصاد وان عندهم انتاج عالي السنه دي وجايين يشتروه منهم. وقتها ساندري ما كانش مطمن وبيروح يقابل الجنود بنفسه علشان يشوف عايزين ايه. الجنود كانوا بقياده الجنرال نوبل اللي بيطلب من ساندري يوريه كل مخبأ وكل جزء في الكوكب على اساس انه جاي يدور على الثوار والمتمردين اللي هربانين ويقبض عليهم. بس ساعتها ساندري بيقول انهم مزارعين بسطه مش بيهتموا بالسياسه والحروب، وعشان نوبل يكسبوا في صفه ويخليه يدله على اي متمردين بطريقه غير مباشره بيعرض عليه انه يشتري المحاصيل بتاعتهم بثلاث اضعاف ثمنها الاصلي، يعني صفقه ما كانش يحلم بيها، يعني اللي هيقول له عليه هياخده. بس ساندري بيرفض وبيتحجج بان المحاصيل السنه دي كانت قليله ويا دوب تكفي الناس. وقتها نوبل مش بيقتنع بالكلام ده وبيتاكد من جانر اللي بسبب طمعه بيوقع بلسانه وبيقول له ان المحاصيل السنه دي كانت كتيره جدا. ساعتها نوبل بيحس بالاهانه ان ساندري بيكذب عليه وبيخدعه وبيعاقبه قدامه الكل وبيضربه ضربه على دماغه تقتله في لحظتها. بيوجه كلامه لجانر وبيحذره انه لو ما جمعش كميه كبيره من المحاصيل تكفي جيشه كله هيقتلوه هو وكل اهل القريه، وعشان يضمن انه ينفذ بيسيب مجموعه من الجنود يراقبوهم. وروبرت اسمه جيمي واحد من الجنود ساعتها بيستغرب لانه عارف ان كل الآليين خرجوا من القتال والتسليح للأبد بعد موت الملك. كان عنده فضول يعرف هم الآليين فعلا بقوا مسالمين ولا لا، وبيضرب نار في لحظه على الآلي وساعتها بيتفاجئ بيه ما عندوش اي رد فعل حقيقي وواقف ثابت وبس. ساعتها واحد من الجنود بيزعق له وبيبعدوا عنه، الآلي بيروح عند البحيره يحاول يعالج الاصابات اللي حصلت له. بس الجنود كانوا عايزين مكان يرتاحوا فيه ويعيشوا فيه الفتره دي، فبيختاروا بيت كبير بيطردوا اهله منه وبيحتلوه. في الوقت ده كانت سام بتشتغل جنب البحيره وشافت الآلي فبتروح له تتكلم معاه وتحاول انها تساعده. الآلي لما بيشوفها بيحبها لانها كانت شبه ايسي بنت الملك وبتفكروا بيها. ومن ضمن كلامه معاها بقى حكى لها على قصه الملك كلها وازاي اتقتل هو وعيلته، وان لما ده حصل كل الآليين حسوا بالتقصير في حمايته علشان كده اعتزلوا القتال. ساعتها سام بتعمل لجيمي تاج من الورد وبتسيبه وبتمشي. بعدها بنشوف اهل الكوكب متجمعين علشان يفكروا مع بعض ويلاقوا مخرج من الورطه اللي وقعوا فيها دي. طبعا كان الكل شايفين ان جانر هو السبب في اللي حصل لهم وموت سيندري. بيتفقوا على انهم يشتغلوا بمجهود مضاعف في الزراعه علشان ينتجوا محاصيل اكتر ويخلصوا من الكابوس ده بسرعه من غير حد فيهم ما ينأذي. كان عندهم امل انهم لما يعملوا كده يثبتوا حسن نيتهم للجنرال نوبل، يعفو عنهم ويسيب لهم اللي يكفيهم من المحاصيل وياخد الباقي. ساعتها كورا ما كانش عاجبها الكلام ده وبتقرر انها تسيب الكوكب كله وتمشي. ابوها بيقول لها ان قدرها تكون هنا معاهم، ما كانش ربنا بعتها للكوكب ده بالذات لما كانت بتهرب من مجموعه من الناس بيطردوها من كام سنه، ومن وقت ما لقاها هو بيعاملها زي بنته وبتكسب حب الكل. عشان كده كان لازم انها تستنى معاهم وتساعدهم في اكتر وقت محتاجينها فيه. بس كورا كانت مصممه على قرارها وبتجهز نفسها علشان تمشي. وقتها بتتفاجئ ان الجنود خطفوا سام فبتروح علشان تنقذ صاحبتها. وقتها كان واحد طيب من الجنود اسمه إرس بيحاول يدافع عن سام ومش عاجبه اللي الجنود التانيين بيعملوه، بس بيتكتروا عليه وبيضربوه بيكتفوه في عمود. ساعتها بقى كورا كانت وصلت، والجنود لما بيشوفوها بيفتكروا انها مجرد بنت ضعيفه مش هتعرف ترد ولا تصد معاهم، بيهجموا عليها علشان يكتفوها هي كمان. هنا كانت المفاجاه، كورا بتظهر قوتها الحقيقيه وبتطيح بالجنود ضرب تقتلهم كلهم وبتحرر إرس. قائد الكتيبه بيمسك سام وبيهدد بقتلها لو ما استسلموش. ساعتها جيمي بيظهر القائد بيأمره انه يقتل كورا وإرس، بس المفاجاه ان جيمي بيقتل القائد نفسه، بيحرر كورا وسام وإرس وبيهرب بعدها. اهل القريه لما بيسمعوا صوت ضرب النار راحوا للمكان واتفاجئوا بالمنظر وكل الجنود مقتولين. ساعتها كورا بتقول لهم اللي حصل وان الحرب هي الحل الوحيد ومفيش اي حل تاني. والصبح كورا بتقول انها تروح تدور على واحد اسمه تايتس، جنرال قديم في جيش الكوكب الام
الام كان انقلب على الجيش وهرب هو ومجموعه من اتباعه. كورا كانت عاوزه تلاقيه علشان يساعدها هي واهل الكوكب ويعلمهم القتال علشان يعرفوا يدافعوا عن نفسهم وعن ارضهم. اصلهم لو فضلوا زي ما هم مالهمش غير في الزراعه مش هيعرفوا يتصدوا الحرب اللي جايه على الابواب. ساعتها جانر بيقول لها انه كان بيبيع المحاصيل لمجموعه من المتمردين وان واحد منهم عرفه على قاده المتمردين الاخوه بلوكس وانه ممكن يروح للشخص ده ويوصله بالاخوين. كورا بتعجبها الفكره وبتحط خطه هي وجانر وبيتحركوا على طول. بعد فتره من السفر كانوا تعبوا وبيقرروا يخيموا بالليل يرتاحوا ويكملوا طريقهم الصبح. وقتها جانر لما بيتكلم مع كورا ما كانش مصدق ولا مقتنع بانه نبل عند كلمته، فهي بتحكي له قصتها من البدايه وبيكتشف انه ولا فاهم اي حاجه ولا عارف يحكم صح على نوبل. كورا لما كانت طفله صغيره كانت عايشه على الكوكب الام وقت ما كان الملك بيمارس نفوذه ضد مصلحه الشعب. ما كانش فارق عنده اي حد لدرجه انه كان ممكن يقتل اي حد مش مهم. ومن ضمن الناس اللي قتلهم وحرق بيوتهم كانت عيله كورا واهلها. ولما كورا بتقرر انها تدافع عن نفسها شافها بلسارس وقت ما كان مجرد سيناتور لسه اخدها معاه من غير ما يعاقبها ويسجنها، بالعكس جندها في جيشه ورباها على سفينه حربيه وفضلت معاه سنين لغايه ما بقت شابه وجنديه في الجيش. طبعا ولاها كله كان للامبراطور كجنديه في الجيش. في الفتره دي اتعلمت كل حاجه واتطبعت بطبعهم، وعشان كده كانت واثقه ومتاكده من ان نوبل مفيش عنده رحمه ومش هيخاف انه يقتل حد ولا عنده ضمير يمنعه. ولما بتقول لجانر انها لو كانت في الجيش دلوقتي كان زمانها قتلت الكل من غير رحمه، بعد ما جانر بيسمع حكايتها وبيكتشف الحقيقه الصعبه بيقرر انه ما يعرضهاش تاني لانها تعرف اللي هو ما يعرفوش. تاني يوم بيتحركوا لغايه ما بيوصلوا قريه بروفيندس، وهناك بيدوروا على مطعم معين كان الشخص اللي بيدوروا عليه هو حلقه الوصل مع المتمردين. بس من حظهم على ما بيوصلوا له ويعرفوا مكانه كانوا صيادين الجوائز قبضوا عليه وسلموه نوبل علشان يعرفوا منه مكان المتمردين. وقتها كورا بتحس بالاحباط لغايه ما جانر بيفتكر معلومه مهمه جدا بان المتمردين بيسكنوا في كوكب تاني اسمه شارن تحت حمايه الملك ليفكا. ساعتها كورا بتقرر انها الاول تدور على الجنرال تايتس ويتفقوا معاه على خطه علشان يدرب اهل القريه على ما يبقوا يوصلوا للمتمردين براحتهم. بيدخلوا المطعم مع جانر وهم قاعدين بيجي واحد من العصابه بيضايقهم وكان عاوز يعمل معاهم مشكله وخلاص. ساعتها كورا بتمسكه بتطحنه ضربه بتندموا على اللحظه اللي بصلهم فيها بعينيه. بعدها بتمشي هي وجانر وبيعرفوا من واحد ان تايتس موجود في ساحه القتال في كوكب كولوسيوم، وفي طريقها انها تسافر للكوكب ده بيظهر الشخص اللي لسه ضربها من شويه ومعاه عصابته عاوزين يقتلوها بما انها اهانته. ولما كورا بتفهم هم ناويين على ايه بتطلع مسدس وتضربهم كلهم في لحظه تقتلهم من غير تفكير. بس عمهم كان لسه ما ماتش وبيهجم عليها من ظهرها وكان هيقتلها لولا ان كايمن انقذ حياتها وقتله. ساعتها كايمن بيتعرف عليها وبيقول لها انه متابعها من اول ما دخلت المطعم وفهم انها انسانه كويسه. كورا ما كانتش مطمنه له اصلا ولا من عادتها انها تثق في اي حد بسهوله كده حتى لو كان انقذها من الموت. كان عنده دافع خفي ودي كانت وجهه نظرها. عشان تختبره بتطلب منه انه يجيب لها جنود يحاربوا معاها ضد نوبل. في الاول كايمن بيقلق منها بس لما بيكتشف انها على استعداد تدفع اي مبلغ مهما كان كبير بتشجع للمهمه دي برغم خطورتها الكبيره. ساعتها كايمن بيتفق معاها وبيسافروا سوا في سفينته الفضائيه وراحوا كوكب تاني يسالوا عن مزارع اسمه كايلي عن مكان تراك، وبيعرف منه ان تراك شغال عنده بالاكراه علشان يردوا له دين عليه. ما كانش ممكن يحرره الا لما يردوا له دينه. ساعتها كايمن بيتفق معاه على انه هيدفع له كل الفلوس بس يقابلوه ويحرروه. ولما كور بتروح تشوف تراك بتلاقيه شخص قوي وبتوافق انها تدفع دينه بس المبلغ كان كبير جدا ومش معاه دلوقتي. ساعتها كايلي بيتراهن معاها ان لو تراك نجح في تهدئه طائر ضخم ويطير بيه هيحرره ومش هياخد الدين اللي عليه، بس لو فشل كلهم هيبقوا عبيد عنده مش تراك بس لغايه ما يسددوا المبلغ اللي عليه. كورا بتسال تراك هتعرف تفوز بالرهان ده تهدي الطائر ولا كلنا هنلبس في حيطه النهارده؟ تراك بيأكد لها انه هينجح. لما بيروح عند الطائر بيتفاجئوا بطائر كبير جدا وشكله غريب في حاله هياج محدش عارف يسيطر عليه ولا يقرب له. ساعتها تراك بيقرب من الكائن ده بهدوء بيحط ايده على راسه وبيتواصل معاه والطير بيسيب تراك يطير بيه. وبين انه فاز بالرهان تراك بيكسب حريته وبيمشي معاهم وبيروح على كوكب داجوس. يقابلوا هناك بنت اسمها نيمسيس، كانت بنت قويه بتساعد الضعاف وبتحمي الناس. ده بيشجعهم انهم يقولوا لها على الحقيقه وانهم بيجمعوا جيش يحاربوا بيه جيش الكوكب الام. نيمسيس كانت ساكته طول الوقت ما قالتش ولا كلمه بس تدخل مكان كان فيه كائن غريب شبه العنكبوت وكانت ماسكه طفله صغيره ومصممه تقتلها علشان تنتقم من الكل. ساعتها بيكتشفوا ان دي كانت ملكه الكوكب وعايشه في امان لغايه ما بيحتل الكوكب الناس الموجودين دلوقتي علشان يسرقوا ثروته والمعادن النادره اللي عليه. وبسبب كثره الحفر والتعدين الكوكب ضعف بالتالي قوتها هي نفسها ضعفت وما بقتش تقدر انها تنجب. ساعتها نيمسيس بتحاول تقرب منها وتهديها علشان تنقذ الطفله البريئه دي بس لما ما عرفتش تقنعها قتلتها بسكين واضطرت تقتلها علشان تنقذ الطفله مع انها عارفه انها مظلومه واللي بتعمله ده من شده الظلم اللي وقع عليها وخلاها تتصرف كده. بعدها نيمسيس بتوافق على عرض كورا وتنضم لهم. الكل بيتحركوا علشان يروحوا ساحه القتال. في الطريق كورا بتحكي لجانر عن قوتها ومهارتها القتاليه اللي اكتسبتها طول فتره وجودها في الجيش علشان كده كانت تعينت في الحرس الملكي. فتره خدمتها في القصر اتصاحبت على بنت الملك اللي كانت شخصيه طيبه ورحيمه جدا بس للاسف اتقتلت واستولى بلسارس على الحكم. لما بيوصلوا ساحه القتال بداوا يدوروا على تايتس اللي بيلاقوه مرمي في ركن بعيد وحالته صعبه جدا. بيساعدوه وبيجيبوا دكتور يعالجه في اسرع وقت. بتطلب منه كورا انه يساعدها. ساعتها تايتس بيحكي لها اللي حصل له زمان وقت ما انقلب على الملك
وان جيشه وعيلته وكل اصدقائه ماتوا بسبب قراره ده، علشان كده مش عارف يسامح نفسه وحاسس انه السبب في موتهم وما عندوش استعداد انه يتحمل خساره ارواح ناس تانية. وقتها كورا بتحاول تقنعه بان محاولتهم دي هتنجح لو وصلوا للمتمردين ووحدوا صفهم. بيقتنع تايتس وبيروحوا كلهم لكوكب شارن علشان يقابلوا المتمردين. هنا كورا بتقابل الملك ليفكا وتطلب منه يستدعي الاخوين بلوكس علشان تقنعهم بالمهمه. فعلا بعد شويه بيجوا الاخوين بلوكس يقابلوها على اساس ان جانر جاي يبيع لهم محاصيل جديده. ساعتها لما كورا بتقول لهم على الحكايه بيتفاجئوا، بس بيتعاطفوا معاها وبيوافقوا انهم يساعدوها. واللي اتعاطف معاها كان دارين، انما اخته سيما ما كانتش موافقه اصلا وشايفه ان دي عمليه انتحاريه. دارين بقى بيقنع اخته انه واجبهم حمايه الناس وانهم لازم يساهموا في رفع الظلم عن الناس البريئه اللي من حقهم يعيشوا في سلام. بعدها بيقول لجماعته من المتمردين انه هيواجه جيش الكوكب الام، واللي يحب يشارك معاه اهلا بيه، واللي مش عاوز يشارك وخايب براحته ومش هيفرض عليهم حاجه. ساعتها بينضم له عدد قليل من المتمردين، والباقيين كانوا خايفين لان دي معركه خسرانه انهم يواجهوا جيش كامل وما يا دوب ما كملوش كتيبه واحده. المهم ان اللي انضم ليهم بيسافروا مع كورا. كايمن اللي عاش طول عمره صياد جوايز مش بيهتم باي حد ولا كان عنده مبادئ اصلا، اتغير في اليومين اللي عرف فيهم كورا، اتغير للاحسن وقرر انه ما يرجعش للماضي تاني ويبقى شخص جديد. ده اللي بيقوله كايمن لكورا، وبيتفق معاه انهم يروحوا الاول كوكب ديفال علشان يسلم كام حاجه هناك. في الوقت اللي كان نوبل وصل كوكب شارن، من حسن الحظ انه مش بيقابل سيما ولا جيشها ولا بيعرف يقبض عليهم، بس بيقتل الملك ليفكا بيبيد الشعب كله. وبعد ما بيخرج من الكوكب بيدمره وبيمسحه من الخريطه تماما. بس بعدها بتجيله رساله من صياد جوايز بيقول له انه قبض على اخوين بلوكس. فيا ترى كايمن اللي بعت الرساله دي ولا ايه بالظبط؟ يعني تفتكروا بيخدع كورا من البدايه علشان يوصل اللي هو عاوزه؟ نوبل لما بتوصل له الرساله بيتحرك على طول. في الوقت اللي كان كايمن في كوكب ديفال والكل بيساعدوه في نقل البضايع، بس كورا بتلاحظ انه بيدبر لشيء مع اهل الكوكب، كان بيتصرف بطريقه غريبه. وقبل ما كورا تعرف تتحرك كان كايمن اكبر مجموعه من الاليين انهم يقبضوا عليها هي والباقيين. وهنا بنتاكد انه خاين وهو اللي بعت الرساله لنوبل. ساعتها بيقيدوا الكل، ونوبل لما بيوصل بيخليهم ينقلوهم السفينه بتاعته علشان يسلمهم للملك. بس جانر كان الوحيد اللي ما تأيدش لان كايمن كان مستضعفه ومش شايفه خطر عليه، وبيديله مسدس على اساس انه هيكون المساعد بتاعه. بس جانر بيستغل الموقف وبيضرب نار على الجنود وبيحرر كورا وبيقتل كايمن. وكورا ساعتها بتقتل كل جنود نوبل وكل الخونه اللي كانوا مساندين لنوبل. وبعد ما كان مقبوض عليهم الموقف بيتقلب لصالحهم والمعركه بتبدا. بس اللي ما كانوش عاملين حسابه ان في قناص على سفينه نوبل بدا انه يصوب على كل جنود دارين وقتلهم كلهم ما عدا مساعد دارين. ولما دارين بيشوف اللي حصل لجنوده بيمسك رمحه وبيجري باقصى سرعه على السفينه وبيطعن بالقناص وبيقتله، بتسبب في تدمير السفينه وبيموت للاسف. وساعتها كان الكوره بتتقاتل مع نوبل لغايه ما بتقتله هو وكل الجنود اللي كانوا معاه. من بعدها كورا وكل اصدقائها من ضمنهم جانر بيعيشوا في سلام وسعاده بعد ما قضوا على الجنرال الظالم. وبيقرروا انهم يرجعوا كوكبهم ويضربوا المزارعين واهل الكوكب ويعملوا منهم جيش قوي يعرف يدافع عن ارضه وشعبه ويكون مستعد لاي عدوان. كده يخلص فيلمنا النهارده بعد ما نتعلم ان ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، ولما تكون قوي وعامل حساب الوحش قبل الحلو هتعرف تعدي من كل الازمات مهما كانت هي ايه. واللي عاوز يأذيك هيفكر 1000 مره ويعمل لك حساب من قبل ما يقرب لك علشان عارف انك مش هتسكت له. كده يخلص الفيلم بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.